الظهيرة والحدث مصر الساعة 7 صباحا بتوقيت القاهرة. شرعت وزارة الداخلية في فض اعتصام ميدان النهضة بالقوة، والقوة أسقطت عددا غير محدد من القتلى في صفوف مؤيدي محمد مرسي. جماعة الإخوان المسلمين تتحدث عن 300 قتيل وآلاف الجرحى، فيما اكتفت وكالة الأنباء الفرنسية بالقول إن عدد القتلى لم يتجاوز 43 قتيلا. آخر الأنباء أفادت بإحراق 3 كنائس من طرف مؤيدي مرسي، والأزهر يبرئ نفسه ويقول إنه لم يكن على علم مسبق بموعد فض الاعتصام. المتابعة معك ياسيل جوينتي. اشتباكات إثر مواجهات عنيفة بين مؤيدي مرسي وقوات الأمن، وحالة من الكر والفر بعد إقدام الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم على فض الاعتصام بميدان رابعة العدوية والنهضة. وأنباء تتحدث عن مقتل 43 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن سقوط أكثر من 250 قتيلا. الحكومة المصرية من جانبها تؤكد حرصها على التصدي بحزم للعنف من طرف المحتجين. جهود قوات الأمن في تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعي رابعة والنهضة، وتشيد بالتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والأداء الاحترافي العالي خلال عملية فض الاعتصام، وهو ما انعكس في انخفاض أعداد الإصابات في صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض. حالة من الاحتقان تجعل المعادلة السياسية في مصر تبدو صعبة، فخيار المواجهة عن طريق العنف يؤجج التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يصر على الاعتصام في الشوارع للدفاع عن الشرعية. في المقابل فإن السلطات الجديدة في مصر لا ترى بديلا عن خيار المواجهة بالقوة لفض الاعتصامات، وأيا كانت المواقف فإن إزهاق الأرواح سيشكل نقطة محورية في تاريخ مصر التي يبدو وأنها ضربت موعدا مع عدم الاستقرار، وقد يصل الأمر إلى حرب أهلية. ومن القاهرة رصد لنا المشهد قبل قليل إيميل أمين، وهو مدير مركز الحقيقة والدراسات السياسية والاستراتيجية. اتصل به ياسيل جويندي لنستمع. قد تم بالفعل فض الاعتصام منذ الصباح الباكر بأقل خسائر ممكنة، وإن كان مثير كم الأسلحة النارية التي وجدت هناك، لا سيما في بعض الحدائق المحيطة بالميدان مثل حديقة الأورمان. ثم لاحقا جرى تبادل إطلاق نار كثيف مع قوات الأمن، وتم إلقاء القبض على عناصر من التيار التي كان يعتصم في المنطقة. الآن الاشتباكات كلها في منطقة رابعة العدوية، حيث محاولات فض الاعتصام. الوضع محتقن بلا شك، أعمال العنف تنتقل إلى عدد مختلف من شوارع القاهرة. جامعة الدول العربية في المهندسين، البطل أحمد عبد العزيز، أيضا في بعض محافظات الصعيد. نرى محاولة لتكرار سيناريو 25 يناير، حرق أقسام الشرطة، اقتحام ديوان كل محافظة، وكأن الذي قام بالعمل في 25 يناير هو يكرر العمل مرة أخرى هذه المرة. فض الاعتصامات هو ليس نهاية المشهد، إنما هو يجب أن يكون بداية عملية سياسية، لأنه لن يستطيع طرف من الأطراف المضي قدما وإلى ما لا نهاية في التعاطي بمنطق القوة أو بمنطق الاعتصام. عالم السياسة هو عالم الكومبرومايز، عالم الموائمات والموافقات والصفقات، وعالم المشاركات وليس المغالبات. ربما كان الخطأ الذي ارتكبته جماعة الإخوان المسلمين أنها غلبت فكر المغالبة على المشاركة. الآن هي ترى أنه الدولة ربما وصلت إلى نقطة الصفر في المواجهة، وكان عليها أن تنهي هذا المشهد حتى تثبت حضورها. لكن لاحقا لابد من عملية سياسية. تيار الإخوان المسلمين أصبح اليوم أكثر من تيار، بداخله تيار من الشباب يرفض العنف، مجموعة إخوان بالعنف. هذه مجموعة ربما تكون تفكر في التعاطي السياسي، لكن لابد بداية من إخماد الحرائق والعنف الذي اندلع، ويأمل أن تقلص وتختزل مساحته في الساعات القليلة القادمة.